قالوا العمل الوحيد الذي تضمن أنه مقبول 100% هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأعمال بين القبول وضده. أعمالنا، يقول الشاعر، أعمالنا بين القبول وضده إلا الصلاة على النبي محمد. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وضده إلا الصلاة على النبي محمد. والمعنى الثاني أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ترجع للإنسان أجرا ولوالديه ذكرا، لأنه ورد في النص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم علي فإن الملائكة يعرضون علي صلاته ويقولون: هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك. قالوا: تذكر أنت ويذكر أبوك، ففي الصلاة صلة للوالدين. من أراد أن يكشف همه فليصلي على محمد، ومن أراد أن يفرج الله كربه فليصلي على محمد، ومن أراد أن يتقرب إلى ربه فليصلي على محمد، ومن أراد أن يستر ذنبه فليصلي على محمد، ومن أراد أن يسدد دينه فليصلي على محمد، ومن أراد أن تحسن خاتمته فليصلي على محمد، ومن أراد أن ينير الله قبره فليصلي على محمد، ومن أراد أن ينجيه الله من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال فليصلي على محمد، ومن أراد أن يقف في الحساب مستورا فليصلي على محمد، ومن أراد أن يعيش سعيدا فليصلي على محمد، ومن أراد أن يموت شهيدا فليصلي على سيدنا محمد، ومن أراد أن اللي يبغى وظيفة يصلي، لا إله إلا اللي يبغى زوجة يصلي، لا إله، اللي يبغى دينه يقضى يصلي، اللي يبغى تحل مشاكله يصلي، اللي يبغى التيسير في الدنيا والآخرة يصلي. بالعربي الصلاة هي طريق الجنة. ولكن العجائب كلها والغرائب كلها والفوائد كلها في كثرة صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أنها مضمونة القبول 100%، والدعاء الذي يبدأ بالصلاة على رسول الله وينتهي بالصلاة على رسول الله مقبول 100%، فالله أكرم من أن يدع ما بينهما. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها 10. تخيل أنت الله يصلي عليك، ومعنى الله يصلي عليك يعني يرحمك وينزل الفضل والنعمة والرضا واليقين والتوحيد في قلبك. ثم ما من مسلم يصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا رد الله روحه إلى رسوله فرد عليه السلام، والرسول يعرفه ويشفع له يوم القيامة. هذا كان كثير الصلاة والسلام عليه، حتى إن عبدا من العباد الله خفت موازينه فجاء الصحابة ببطاقة، تعبير النص الحديث بطاقة، يعني كلمة بطاقة هذه اللي انت تقول عليها اولادنا يقولوا عليها بالفرنسية ID، يعني البطاقة كارنيه كارت او يعني هوية بطاقة، فتوضع في ميزان حسناته فتطيش السجلات فيها لا اله الا الله محمد رسول الشهادة. فاذا الانسان لما يصلي على رسول الله يفك كربه وسبحانه وينشرح صدره ويحب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويشعر انه قريب منه ويشعر انه اغلى المخلوقات عليه. وسبحان الله، يعني لست بقدوة ولكن اقول ما من هم دخلت فيه او غم واكثرت من الصلاة على رسول الله ثم ثنيت الامر بقراءة سورة يوسف الا وكأنما نشطت من عقال، وكأن الانسان له هم عنده. اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. ومدح سيدنا النبي والغنى في سيدنا النبي والغنى بسيدنا النبي. اوعى تفكروا ان الحكايه لعبه. لما تلقى العمليه ضاقت منك ومفيش خشوع ومفيش دموع ومفيش اوراد وكله مضلم معاك، امسك السبحه وصلي على سيدنا النبي. اقرا برده الامام البصيري، اقرا دلائل الخيرات، اقرا الصلوات الدردريه. المهم ردد كثيرا على لسانك مجرى نور اسم محمد، فإن لنور اسم محمد النور يستدفع به وتتمزق منه الحجب. اللي عايز يرتقي إلى أعلى مرتقى يكتر كتير من الصلاة على سيدنا النبي. هذا الزمان في حاجة ماسة
إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول الواحد فيهم: كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البلاء على أمته كيوم حنين وقف بجلال قدره على الأرض يضربها ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فتنكشف الكرب. الصلاة على النبي يا أولاد. عارفين إن الكون اللي احنا عايشينه ده مرحوم بالناس دي ولا لا؟ إذا كان هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأيضا لا يشقى جارهم، ولا يشقى محبهم، ولا يشقى من أبغضهم. انتوا عارفين كده ولا لا؟ حتى اللي بيكرهونا بنحبهم. الله ونعيش معاهم على منوال نفس تفلتت مني إلى النار. ولا يكون الولي وليا وفي حضرته الشقي، ولا يكون الولي وليا وجاره يشقى. أنا ضيف أحمد والنعيم بلغته في طيبة الأنوار والأسرار. أنا في حماه وقد نزلت بروضة وهو الحمى وحماه نعم الجار. أيروم من بعد المبيت بطيبة طه الحبيب يكون فيها الجار. من بعدها كيف الرحيل لغيرها؟ يا رب ثبتني وقوي مهجتي لأكون في حشري مع المختار. على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجمع للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا أبي بن كعب: تكفى همك، أنا بدور على إيه في الدنيا؟ ما هو الإمام الشوكاني قال كده، قال: الصلاة على سيدنا رسول الله تجمع خيري الدنيا والآخرة. قالوا له ليه؟ قال: من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. هو أنا بدور على إيه في الدنيا؟ أن يكفيني الله أنا وأولادي وأحبابي والمشاهدين جميعا والحاضرين، إن ربنا يكفينا الهم والغم في الدنيا، وإن ربنا يفتح لنا أبواب الفرج. طب وخايف من إيه في الآخرة؟ من ذنوبي، فلو غفر الله ذنوبي أدخل الجنة. يبقى كأن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجمع لك كل اللي نفسك فيه واللي أنت عايزه في الدنيا والآخرة. في الدنيا الكربات والأرزاق تفريج الكربات والأرزاق والسعادات وغفران الذنوب والسيئات، وفي الآخرة الجنة. أنا محتاج إيه تاني؟ الكفاءة. المربي الإيجابي أول كفاءة يحتاجها هو أن يكون منبع الحب والعاطفة. أبناؤنا لهم احتياج، لا يمكن أن ينشأوا نشأة سليمة ما لم يجدوا أمامهم خزان من المشاعر والحب والعاطفة من الآب ومن الأم. والحب والعاطفة ينبغي أن تترجم إلى سلوكيات وممارسات سأتحدث عنها بتفصيل فيما بعد. لكن التربية أول كفاءة المربي هو الحب والعاطفة. ما لم تحب ابنك وتكون خزان من العواطف الإيجابية تجاه ابنك لا يمكن أن تكون مربيا أبدا. المربي الذي يعتقد أن التربية هي العصا والعنف والشدة والقساوة والضرب فهذا ليس مربي. يعطي نفسه أي اسم آخر، سموه جلاد، سموه أي شيء، لكن مربي كبير، يعني كبير جدا يكون اسم هذا المربي يطلق عليه. المربي لا يكون مربي إلا إذا كان مشبعا بالحب والعاطفة. هذا واحد. اثنين، المربي لا يكون مربي إيجابي إلا إذا كانت عنده القدرة على التحكم في التوتر والتعامل مع الضغوط. عندي كتاب اسمه رخصة القيادة التربوية، حطيت فيه 45 إشارة مرور. جبت إشارات المرور الموجودة في العالم كله، يعني قف وممنوع المرور والمطبات، كل إشارات المرور، وحطيتها وبديت أبحث عن معاني ودلالات تربوية لكل إشارة. بعدين وضعت على شكل كتاب حوالي 200 صفحة، كل إشارة مرور لها دلالة تربوية. فجيت إلى إشارة مرور تجدونها في الطرق السريعة وغيرها، محطة تزود بالبنزين.